سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله الصحه تاعكم يا رب تكون لاباس. كيف هي الاحوال مع اجواء الشتاء؟ يعني اجواء والله غير رائعه. ربي يدومها نعمه علينا ان شاء الله. انا الحمد لله والشكر دائما يكون له. كما شفتوا مع العنوان تاع الفيديو تاعنا او الصوره، الوصفه تاع اليوم راح تكون وصفه تقليديه بامتياز، يعني وصفه تاع الحراير، وصفه تاع فرنسا. كما يقولوا في مناطق، احنا في الصيف نقولوا فرنسا، اما في مناطق اخرى ما نكذبش عليكم على باليش على بالي بلي كاينه فرنسا او كاينه رقيق. قلت لكم اليوم الوصفه راح تكون تقليديه بامتياز. المكونات تاع الفرنسا كيما تاع بكري، راح ندير فيها دقيق وملح وماء فقط بدون اي اضافات. وشني هنا زدت غير 2 مغارف نتاع خل فقط، يعني خل ابيض بدون ملونات. جبت سميد، واللي النوعيه راح تكون لازم السميد تاعكم يكون من الافضل رقيق. باه نكذب عليكم، انا الساشي اللي ملفه اللي نشريها ندير بها دقيق عادي نتاع فرنسا والمطلوع هي اللي درت بها فرنسا. يعني ماشي رحت شريت هكذا شكاره سبيسيال تاع دقيق رطب ولا دقيق رقيق ولا ما على باليش، نورمال درت المهم يكون رقيق. هاو باين راكم تفرقوا بين المتوسط، بين الخشين وبين الرقيق يبان. درت عليه الملح كما شفتوا، درت كميه تاع الملح حسب الكميه تاع الدقيق اللي درتها. ودرت الخل في الماء. وشني هنا الماء لازم يكون دافي، الماء تاعكم لازم يكون دافي. ليه؟ وشني هنا برك باه العجينه تاعنا الدقيق تاعنا يزرب ينتطلق. فهمتوا؟ ماشي يعني كشتو كنديروا الماء البارد كيفاه الدقيق يزرب يجمد ويحجر لنا ويبسنا ويجينا شويه صعيبه. حنا نديروا شويه ماء دافي برك باه الدقيق تاعنا يجينا طاي ويجينا سهل في يدينا. هذا ما كان. درت عليه 2 مغارف نتاع خل فقط، هذا واش درت. يعني قلت لكم بدون اي اضافات، مزت لا فرينه لا والو، عادي. درت كميه تاع دقيق، درت كميه تاع الملح حسب الرغبه نتاع الحليب تاع الدقيق، ودرت الماء اللي قلت لكم لازم يكون دافي، ما ديروش بارد. ولي تعود قادره تعجنوا ذاك دير بارد على روحها. هنا العجينه مع الاول لازم نعجنوها يا البنات، لازم تكون العجينه نعجنوها بليبوسه، ما نروحوش نعجنوها نكثروا لها الماء. نعجنوها بليبوسه، خاطر شكون نكثروا لها الماء ناكد لكم باللي العجينه الفرن تاعكم مش راح تصلح لكم مره. وتباتوا كون بار اكزومبل تغلطوا ديروا الماء كميه بزاف تاع ماء، ومن بعد كي تجيكم جاريه بزاف توليو تحكموا تروحوا تزيدوا كميه تاع دقيق، ناكد لكم ثاني ما تصلح لكمش. راهي كيما الفرنسا وكيما المطلوع. اعجنوها بلي مع الاول بدون تقطع، يعني ما نقطعوهاش، احكموا اعجنوا فقط، يعني ادلكوا. هذا واش حبيت نقول لكم. مع الاول ادلكوها شوفوا لمده تقدروا تقولوا حتى ال5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، يعني حسب الكميه اللي عندكم. وبين دلكه ودلكه شمخوا يديكم بالماء، شمخوا يديكم فقط، ماشي تهزوا الماء وتكبوا، شمخوا يديكم. هذا مكان باه تعاونوا رواحكم. فهمتوا واش كيما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا كيما قلت لكم شمخوا يديكم بين دلكه واخرى. قلت لكم يا ربي 5 دقائق 7 دقائق فقط. وقت تحبسوا كي تشوفوا المكونات كيما نقولوا حنا، تشوفوا دقيق ماشي طبه بيضاء وطبه صفراء، تشوفوا العجينه تاعكم كل بنفس اللون كيما راكم تشوفوا هنا. ماشي تلقاو بلاصه صفراء وبلاصه صفوريه تاع دقيق طبعا وبلاصه بيضاء، لازم تلقاوها وكل بيضة. بعد قلت لكم بعد مرور 7 دقائق نحكم نجيب ساشي نتاع كونجيلاسيون ولا ساشي اللي عندكم في الدار، ونشمخوها بلوها فقط من الداخل، بلوها ماشي تروح تشمخوها، بلوها فقط. ونحطوا العجينه تاعنا باه تروبوزينا لمده نصف ساعه. دوكا هنا كما تشوفوا سكروها مليح، خاطر كاش رايحين نزيدوا عليها الماء باه العجينه تاعنا بعد تنطلق لنا وتجينا سهله العجين. كيما على بالنا بلي الفرنسا لازم نعجنوها، تحب العجين بزاف بزاف، تحب العجين مع الاول بليبوسه ومن بعد نقعدوا نزيدوا لها في الماء باه تنجح لنا وتجينا يعني رائعه. كي نقولوا فرنسا يعني نقولوا فرنسا وعليها الكلام. دوكا هنا الماء اللي عجنت به قعد لي، رايحه نزيدوا عليها، حطيتو عليها. دوك نغطيها وندزها ليه ونخليها تروبوزي. قلت لكم حوالي نصف ساعه. انا هنا ما نكذبش عليكم دزيت عليه خليتها، روح درت غدايه من بعد به وليت لها، يعني تقدروا تقولوا خليتها قريب ساعه. حطيتها. دوك هنا نروحوا نديروا قلت لكم الطريقه السهله اللي راح تساعد المبتدئات. منيش نهضر على الحراير تاعنا، راني نهضر على المبتدئات وكيفي انا ثاني تعلمت بها. كنت نهاب نحط لكم الوصفات، اصبروا نقول لكم الطريقه.
جبت بابي كويسون درتو على زوج، طبقتو على زوج ليه باسكو حندير دائره كبيره كيما حنا على بالنا بابي كويسون تاعنا ماهوش كبير، يعني ماهوش في العرض تاعو كبير بزاف باه يجينا دائره واحده، لازم نديرو زوج باه نلصقو دائره في دائره، نثني على زوج ومن بعد نزيد نولي نثنيه على زوج ونقصو بالطريقه هذه. كيما نقولوا في الصوره راهي واضحه جدا. جاتني هنا زوج دوائر كيما قلت لكم البابي كويسون تاعنا ماهوش في العرض تاعو كبير بزاف باه نديرو دائره واحده، صافي حندير زوج ولا نلصقهم مع بعض. هنا رايحه نقص في الطول باه يجيني كيما نقولوا باه يجينا العرض قد هنا راح ندير على الطاجين على حساب الطاجين تاعي، كل وحده الطاجين تاعها، كاين اللي تحب ديرها قد الطاجين قد كثروا الدائره ما تقصوش بزاف برك كيما انا قصيت قبيل، واللي تحب ديرها صغيره كيما انا تقص كيما قصيت انا. نورمالمون الفيديو راه باين الشرح يعني واضح وبسيط جدا. نحكم نقص هكذا الحويشي باه يجيني شكل دائره كيما راكم تشوفوا، وهذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. تقدروا تقولوا شبه دائري، تقدروا تقولوا. لهنا رايحه ندير لي باغ اكزومبل راح ديروها في مقله تاع في مقله هكذا تاع لي كريب ولا المقله هذيك الكبيره. نعطيكم طريقه ثانيه جد بسيطه بيجيكم واحده فقط، ماشي كيما هنا قبيل زوج، نثنيوها على زوج ومن بعد نوليو نثنيها على زوج ونزيدو نديرو عليها مثلث، يعني بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني راه شرح مبسط بالفيديو. نديرو المثلث الاول ونزيدو نديرو عليه مثلث الثاني الاصغر، ونجيو لهنا نقيسوا القطر تاعنا تاع المقله تاعنا، نصف القطر تاع المقله وين يحبس نحكمو نقطعو فقط. يعني طريقه بسيطه كيما هنا تجينا دائره واحده طول، ماشي كيما قبيل طاجين كبير بزاف لازم نديرو زوج دوائر. هنا راهي دائره واحده. شنو هنا جاتني كي الورده لا بيسكو كي قطعت بالمقص ما قطعتش نصف الدائره طول، عوجت شويه على هاد جاتني دائره. وهذه هي الاشكال تاعنا اللي راح تسهل لنا وبشكل رائع وبشكل يعني كيما نقولوا ناجح من التجربه الاولى فرمسه تاعنا، وراح تجينا روعه. قلت لكم وصفه تقليديه بامتياز، شنو حنا بكري ما كانوش يديروا هذا البابي كويسون، كانوا يديروا طول بيديهم الله يبارك وتجيهم تسخط. حنا دوكا تاع الجيل هذا ولا غنهبوا شويه، نهبوا من الطاجين نخافوا لا تقطع لنا، ما نعرفوش نزوها مليح، نجيبوا غير كيما نقولوا الطرق البسيطه اللي راح تسهل لنا ونورمال. هنا واش رايحه ندير، جبت العجينه تاعي يعني بعد ما روبوزيت، قلت لكم خليتها حيوه تقدروا تقولوا ساعه، انا درتها رحت درت غدايه به وليت ليها، يعني تلقاوها طلقت لكم شويه وتجيكم العمليه سهله. هذه تاع ساشين تاع كونجيلاسيون. شوفوا كيف جاتكم العجينه، تحسوها ولات طريه، طريقة بسيطة. قلت لكم أنا أصلا الوصفات التقليدية نخاف نديرهم، كما الفرمسة، كما المبرجة، كما الحوايج هذو التقليدية تاعنا، لا باسكو نخاف. أنا أصلا الفرمسة نديرها في داري، ما نقولكمش ما نديرهاش، بصح باه نديرها كما تاع الحراير الله تاع يهزوها بيديهم ويحطوها، ما نكذبش عليكم. واصلا اللي بول تاوعنا والله كيما نقولوا حنا العجينه تاعنا نديرهم الصغار باه نقدر نتحكم فيهم. بصح كي لقيت الطريقه هذه وكنت متردده باه ندير الوصفه في القناه، كنت متردده ليه بيسكو ما نقدرش نهزها طول من البلان دو طرافاي تاعي، نحطها في الطاجين ما نقدرش نهزها، ديفوا تقطع لي، ديفوا تجيني مثلث، ديفوا تجيني هكا، ما نبيش كيف تجيني كتعود بيني وبين روحي نورمال. بصح بان نعت لكم في الفيديو والله ما تستاهلوا تشوفوها هكذاك. بصح كي لقيت الطريقه بسيطه ولقيتها سهله قلت والله غنديرها لما لا. لعلها تعجبكم. انا بالنسبه راني نهضر للمبتدئات، مانيش نهضر كيما نقولوا الامهاتنا اللي ربي يخليهم لنا ان شاء الله، راني نهضر غير للمبتدئات صغار اللي حابين يتعلموا واللي يشتيو الفرمسه ويهبوا يديروها غير ما يقدروش يهزوها للطاجين. بصح بالطريقه هذه ناكد لكم بلي راح تجيكم هايله. هنا جبت العجينه تاعنا، فتناها واش درت، حكمت عجنتها مع الاول، عجنتها كيما راهي بليبوسه، ما زدت لها ولا قطره تاع ما، عجنتها مليح يعني تقدروا تقول واحد 10 دقائق ربع ساعه، باه من بعد وليت نحلها كيما شفتوا بالطريقه هذيك، ونحلها ونزيد في الماء وندلكها، نحلها ونزيد في الماء وندلك، ماشي نزيد في الماء، قلت لك شفتوا كيف نزيد في الماء، يعني غير بكميات قليله فقط ونعجن. تحب العجين الفرمسه تاعنا تحب العجين. قبل نعدت لكم شوفوا كي توصلوا للمرحله تاع انها بدات تدير لكم هذوك الكرابح وبدات تطرطق لكم، خلاص اعرفوا باللي وصلتوا لمرحله الاكتفاء، يعني خلاص لهنا العجين الفرمسه تاعنا اكتفت من الدلك. هذا واش حبيت نقول لكم. تحب العجين بزاف واللي تزود عندها بيتخا راح تسهل لها اكيد، وجهها العمليه سهله جدا. اما اللي متعودش عندها العجانه
نورمال تعجنوها بلي بعد ما تنحيوها من ساشي نتاع الكونجيلاسيون تحكموا تعجنوها بلي بوسه قبل، ومن بعد واحد ربع ساعه، من بعد تبداو تزيدوا الماء بكميه قليله، ماشي تروح تكبوا الماء، تزيدوا الماء فقط، تحلوها وتزيدوا الماء وتدلكوا، تحلوها وتزيدوا الماء وتدلكوا، وهي رايحه حتى تشوفوها بدات دير لكم هذوك الفقاعات وبدات تطرطق لكم. انا لهنا من بعد نورمالمون وقت تسمعوا الفيديو كيف تطب الصوت، يعني كي توصلوها ثم عرفوا باللي خلاص، باللي يعني وصلتوا للاكتفاء، خلاص على هنا حبسوا، راكم وصلتوا يعني وين تحبسوا العجين تاع وين تحبسوا الدلك تاعكم. بعد ما حبست تسال الدلك لهنا نجيو بالزيت، نعاونوا رواحنا بالزيت، نجيو نكلويوها، والله كيما يقولوا نكربوها، ولا ثاني كل واحد كيف يقول، كل واحد واللهجه تاعو. لهنا رايحين نكلويوها، قلت لكم ديروهم صغار للمبتدئات صغار، اما اللي يعرفوا ام باينين. انا قلت لكم الفيديو هذا خاصه للمبتدئات، ماهوش خاص يعني قلت لكم الحراير تاعنا. انا اصلا نديرهم صغار، ما نقدرش ندير حاجه كبيره. شوفوا كي الكسره كي المطلوع كي المفرمسه نديرهم صغار، ما نقدرش نديرهم كبار باه نقدر نتحكم فيهم. يجي نهار من نعود نديرهم كبار ان شاء الله. عاونوا رواحكم بالزيت وكلوها. كاينين ما يعرفوش يكلويو بشويه، كي توصلوا للمرحله هذه تقدروا تعيطوا لاميتكم هما اللي يديروا لكم وتتعلموا بشويه. ما كاينش اللي تعلمنا كلش يعني هكذا جينا كلش واجد ولا غير كل تعلمنا وبيت تعلمي الحاجه ديك لازم تتعبوا فيها، ماشي تلقاوها سهله، تتعبوا بيت تعلموها. هنا كي تخلصوهم مره، انا درت كميه قليله فقط، كي تخلصوهم لازم تدهنوهم بالزيت، واللي كل عقبوا عليهم هكذا شوي شوي شوي، غديروا يديكم في الزيت وعقبوا عليهم شوي شوي بالزيت باه العجينه حتقعد لنا طريه وما توجهناش وما ديرناش القشره الفوقانيه. نجيو نغطيهم بالبابي فيلم ولا غطيوهم بساشيه تاع كونجيلاسيون ولا باه تحبوا، المهم تكون حاجه هكذا ساشي. هذه هي. غطيهم مليح مليح، اتاكدوا من الجوانب يعني الهواء ما يقيسهمش مره. وثاني في هذه المرحله لازم تخليها ثاني تروبوزي لكم على الاقل على الاقل نصف ساعه. كي تكثر وتكثر وتكثر خليوها 20 ساعه، قلت لكم 20 ساعه، 20 دقيقه، ربع ساعه، ما تزيدوش يعني ما تقدروش تزيدوا ديروا قل ليه باه النتيجه هنا رايحه تجيكم رائعه. نزيد ناكد لكم ونعاود لكم، هنا لازم تغطيوها مليح كيما راكم تشوفوا فيا، غطيو لازم زغبه الهواء ما يقيسهاش. كاينين اللي غطيوها بالبابي فيلم ويزيدوا يحطوا عليها واحده نتاع طرشونه يتاكدوا بلي الهواء مش راح يقيسها مره، خاطرش اللي قيسها الهواء اكيد راح تفسد لكم ومن بعد راح تتقطع لكم. ونجيب للطريقه تاعنا العجيبه، الطريقه السحريه اللي راح تساعد يعني اخواتي المبتدئات. طريقة بسيطة راح تفرحهم، يقدروا ما فرحوا ميتهم. بار اكزومبل بحثة هكذا صغيرة مزوجة صغيرة ما تعرفش ديرها تخاب بالطريقة هذه، راح نأكد لكم باللي راح تجيكم ولا أروع كيما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا درت الزيت وشوفوا كيف راهي تكسل العجينة. شوفوا يعني الصورة نورمالمون هنا نسكت نخليكم تستمتعوا يا خي، استمتاع بالفيديو. شوفوا كيف راهي تتكسلنا العجينه، قد ما تخليوها تروبوزي قد ما رايحه تجيكم رائعه، قد ما تساعدكم وقد ما رايحه تعطيكم نتيجه تفرح. بالطريقه تاعنا وصلوا العجينه تاعكم البابي كويسون. دوكا هنا لي بول اللي ديروهم على حجم البابي كويسون اللي قصيتوه، تقدروا ديروهم الصغار ولا ديروهم كبار، قلت لكم هنا على حجم البابي كويسون اللي درتوه. ساعه ساعه عاونوا رواحكم بشويه تاع زيت. الحوايج يديروهم مليح ما تخليوهمش خشين، ونأكد لكم باللي ماهمش راح يجيوكم خشين. ساعه ساعه قلت لكم عاونوا رواحكم بالزيت، كسلوهم مليح. وشوفوا هنا يعني تجيكم متعه، كي نقول لكم والله غير جاتني متعه بالطريقه هذه، خير من ما نديرها انا. قلت لكم ما نديرها كي نجي نهزها في الطاجين ساعات تقطع لي، ساعه هاي تجيني مثلث، هاي تجيني من المهم تجيني باش نقول لكم مكرفسه طول. بصح بالطريقه هذه جاوني اكل قد قد. شوفوا تهزوها بكل سهوله ما فيها حتى صعوبات كيما راكم تشوفوا. هنا حطيت الطاجين تاعي ما درت له زيت لا والو، كيما راكم تشوفوا ديجا هي فيها الزيت. حطوه بكل سهوله. بابي كويسون راح يطيح لكم بكل سهوله. وشيني هنا بابي كويسون مش ملي تحطوها طول تجبدوه طول، راكم تجبدوا معاه العجينه، خليوها شويه برك تحكم وقتها يا ربي ثواني فقط. وتجيبوا نحيوه نتوما تنحيوه ثم وقلبوها، راهي ما فيهاش الروح مره. شوفوا رقيقه ما فيهاش الروح. كي تقلبوها ماشي تقلبوها باه طيب، قلبوها باه الحواشي يزيدوا يطيبوا لكم كيما راكم تشوفوا. قلت لكم راه الشرح مبسط للفئه المبتدئات، لهنا ديروها بالطريقه هذه باه الحواشي يطيبوا لكم فقط.
وتموا العملية. يعني طريقة بسيطة، فكرة رائعة. قلت لكم تفيد المبتدئات، تفيد اللي يهبوا من الفرمسة، اللي يحبوها وما يقدروش يديروها، يهبوا غير من الهزان تاعها ومن العجين. يعني عطيت لكم طرق بسيطة، عطيت لكم شرح بسيط، افكار بسيطة باه تعجبكم الفكرة. مزتلهاش لهنا نهضر لكم على الفرينة، مزتلهاش الفرينة ليه؟ جربتها بالفرينة وجربتها بلا فرينة. كي نجربها بالفرينة صح ولا غير تقول راكم تاكلوا في كاغط. كي تزيدوا لها الفرينه، انا ما فهمتش ليه يزيدوا لها الفرينه، يقول لك باه ما تتقطعش وباه تتكسل لك مليح. انا ما تعجبنيش بالفرينه. كي جربتها بالدقيق، شوفوا كي تجربوها بالدقيق تجيكم مليحه وتجيكم فيها ريحه الفرمسه، فهمتوا؟ تجيكم فيها راكم تاكلوا في فرمسه. كي نديروا لها الفرينه، انا تجيني فرينه ما حتزيد حتى اضافه، لعلها تزيد اضافه كي يعود نوعيه الدقيق موش مليح وما نعرف. جربتها بالفرينه وحدها، خلطت الفرينه لدقيق وجربت دقيق وحده. شوفوا عجبتني تاع دقيق وحده خير. كيما شفتوا هنا زربت لكم الفيديو برك نعاود لكم المراحل باه يعني يشفاو اللي رايحين يتعلموها. شوفوا كيف راهي تتكسل، الله يبارك. قلت لكم ناجحه من التجربه الاولى. اذا تبعتوا الخطوات هذه، تبعتوا الطريقه والشرح اللي كنت نهضر عليه. هذه هي الوصفة تاعنا، يعني وصفة تقليدية. كل ما شوفوا كل ما نلقى فكرة تسهل المبتدئات في الوصفات التقليدية، نأكد لكم باللي رايحة نديرها لكم بكل كيما نقولوا بكل حب وسعادة. تمي طيبت الفرمسة تاعي، الله يبارك. شوفوا ما شاء الله، يعني درت كمية قليلة ما درتش بزاف. شوفوا كيفاه جات، الله يبارك ما شاء الله. يعني من الفيديو واضح، نورمال الفيديو هذا ما نهضرش فيه. شني لهنا الحواشي نقول لكم جات شويه حواشي، نقول لكمش ما تجيش مره تجي شويه شويه برك. شوفوا انا جاوني الحواشي الخطه هذه، جاوني الحواشي قليل على ما مرفا نديرها بلا الطريقه هذه. كي مرفا نديرها وحده ونزل جوني الحواشي، ما نكذبش عليكم، بصح بالطريقه هذه الحواشي ما بانوش مره وتاكلوا كيما راهم. الحواشي تاكلوا يعني حاجه ما طيشتها من الفرمسه هذه. طريقه بسيطه، فكره رائعه، شرح بسيط. نتمنى تعجبكم، نتمنى تفيد قلت لكم فئه المبتدئات. هناكم تشوفوا بعينيكم، شوفوا كيف جات شفافه رقيقه، ماهيش مقطعه، غير حبيت فقط هذا مكان كاش ما قصتهم هكذا ولا برك. هنا نعت لكم حنا كيف نقطعوها حنا في الصيف. انا متعلمه في الصيف عند خوالي عند لا فامي تاعي. هكذا نقطعوها الفرمسه كيما راكم تشوفوا بعينيكم. اما في اماكن اخرى لا اعلم. ما بقى لي غير نقول لكم ابقاو على خير.